السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف رئيس الفاف وليد صادق عن إجراءات جديدة سيتبعها السلك التحكيمي الموسم القادم في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقال وليد صادق خلال اجتماع المكتب الفيدرالي بالمركز التقني بسيدي موسى: سننطلق في استخدام تقنية الفار بداية من الموسم المقبل. وأضاف وليد صادق حديثه قائلا: نحن في مرحلة العودة، يجب احترام الرياضة والنزاهة من طرف السلك التحكيمي. وكان وليد صادق رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للفاف قد قاموا بتكريم حكام النخبة، خاصة المشاركين في كأس إفريقيا التي جرت أحداثها داخل دولة كوت ديفوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.